بيعرفوا يطلعوا علينا كلام، وبيعرفوا يألفوا قصص، وبيعرفوا يشوهوا صورة أو سمعة أي حد، لكن ما بيعرفوش يركزوا على عيوبهم ويحاولوا يصلحوها. سلام. فجأة كده وبدون أي مقدمات، ست تقع من الدور الخامس في الشارع قدام الناس كلها. وطبعا الست توفاها الله في الحال، خلاص كده. بعدين يلاقوا راجل نازل جري وبطانية وبيغطيها. مين ده يا جماعة؟ ده جوزها. الناس اتصلت بالإسعاف، وطبعا الشرطة جت. الشرطة طلعت مع الزوج عشان تعرف ايه سبب سقوط الست من الدور الخامس، وقعت ازاي. طبعا الشرطة أول ما دخلت الشقة لقيت طفلين 8 سنين و10 سنين. سألوا الطفلين ايه اللي حصل؟ قالوا بابا شال ماما ورماها من الشباك. ايه السبب اللي يخليك تنهي حياة زوجتك بالبشاعة دي قدام أولادها؟ ايه السبب اللي يخليك تضيع أسرة بالكامل، زوج وزوجة وأولاد تشردهم؟ هيروحوا بعدكوا فين؟ الأم راحت والأب كمان راح. سألوا الأولاد عن السبب، قالوا خناقة على مصاريف البيت. هل خناقة على مصاريف البيت تستدعي إنك تنهي حياة زوجتك بالشكل ده؟ ايه رأيكم في العقوبة اللي يستحقها الزوج؟ وايه رأيكم في اللي عمله الزوج مع مراته وأولاده كمان؟ نشوف مع بعض التعليقات.